ازاي نحسن مقاومه الانسولين من غير ما ناخد ادويه. حلول هتساعدكم جدا انك تحسنوا من مقاومه الانسولين، وبجد لو جربتوها هتلاقوا مقاومه الانسولين اتحسنت بشكل كبير جدا جدا جدا. مش بس كده، انا هديكم احسن انظمه غذائيه تنفع مع الناس اللي عندها مقاومه انسولين عشان تتحسن قدام. وده هقول لكم في اخر الفيديو ايه احسن نظام غذائي او احسن نظامين غذائيين ينفعوا مع الناس اللي عندهم مقاومه انسولين. اول حاجه لازم نبقى عارفين ان مقاومه الانسولين مرتبطه جدا بروتينك الصباحي. كل ما تعمل الخطوات اللي انا هقول لك عليها دي في الروتين بتاع الصبح، مقاومه الانسولين هتتحسن جدا. فدايما ركز في بدايه يومك. بدايه يومك هو مفتاح حل مقاومه الانسولين. اول حاجه عايز اقولها لك، يا ترى انت ايه المجهود اللي انت بتعمله وانت نايم علشان تصحى جعان؟ مش طبيعي انك تصحى جعان. انت ليه بتصحى جعان؟ انت بتصحى جعان لان انت شخص عودت نفسك انك تقوم من النوم تاكل. لكن دي من اكتر الحاجات اللي بترفع هرمون الانسولين. فدايما حاول انت ما تفطرش واجل فطارك. فيستحسن جدا ان احنا نفضل صايمين، وليكن احنا مثلا نمنا امبارح الساعه 7 8 وقبليها بساعتين 3 ما كناش واكلين، نصحى من النوم نقعد 3 4 ساعات عمال ما ناكل تاني. ممكن نشرب ميه، ممكن نشرب قهوه، ممكن نشرب اي حاجه من الحاجات دي ما بترفعش الانسولين. فالصيام هيساعدك جدا جدا في مقاومه الانسولين. فحاول انت تصوم 16 ل 17 ساعه، استمر على الموضوع ده فتره طويله وبجد هتلاقي نتائج قويه جدا. تاني حاجه ومهمه جدا، هنبدا يومنا باكل ايه؟ يعني اول وجبه تخش معدتنا هتبقى ايه؟ يستحسن ان اول وجبه تخش معدتك تبقى حاجه فيها هاي بروتين، حاجه كلها بروتين. زي ايه مثلا؟ زي البيض، زي اللحمه، السلمون، زي السمك. كل الحاجات اللي فيها بروتين عالي دي هتساعدك جدا 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 ان لما الانسولين يرتفع ما يرتفعش بشكل كبير زي ما بتاكل حاجه فيها كربوهيدرات. يعني ده هيرفع لك الانسولين بس مش هيرفعه بشكل كبير زي ما تاكل وجبه فيها كربوهيدرات. في نفس الوقت هيرفع لك هرمون اسمه الجلوكوجون، وده المسؤول عن الشبع في الجسم. فهيفرق معاك جدا انك مش بس تحسن من مقاومه الانسولين، لا ده كمان تحس بالشبع، فتبتدي ان انت تخس اسرع بكتير من الاول. لكن لو انت بدات يومك بحاجه فيها كربوهيدرات عالي زي الناس اللي بتفطر كرواسون والناس اللي بتفطر عيش وكل الكلام ده للاسف الشديد جدا هيخليك ان انت يرفع الانسولين بشكل كبير، وكمان مش هيفعل لك هرمون الجلوكوجون اللي احنا اتكلمنا عنه. وايه كمان بيحصل لما بتعمل كده؟ الجي ال بي 1 ده هرمون برضو بيتفرز في المعده بشكل كبير جدا، فيدي اشارات لمخك ان انت شبعان وان الدنيا تمام. الجي ال بي 1 ده اكيد انتوا سمعتوا عنه قبل كده، هو ده الموجود في الحقن بتاعه التخسيس اللي احنا بنستخدمها زي الساكسندا والاوزمبيك. كل الحاجات اللي احنا بنستخدمها وفرحانين بيها دي وبندفع فيها دم قلبنا موجوده بشكل طبيعي وجسمنا بيفرزها، بس احنا مش بنستخدمه صح علشان نستخدمها. فوفر فلوسك وابتدي ان انت اعمل التكنيك اللي انا بقول لك عليه ده، هيفرق معاك جدا جدا. واوعى تنسى ان الجي ال بي 1 ده كمان هيحافظ على مستويات السكر في الدم عندك لفترات طويله جدا. احسن وقت ادخل فيه النشويات، وادخل انهي نوع من النشويات بالظبط؟ بص، يستحسن ان انت تاخد النشويات اللي زي البطاطا، زي البطاطس، زي الموز، التمر، الحاجات الطبيعيه دي. ابعد عن المخبوزات، ابعد عن الحاجات اللي فيها دقيق ابيض، ابعد عن المكرونه. لكن الحاجات اللي انا بقول لك عليها دي هتساعدك جدا ان انت تحسن من مقاومه الانسولين. وكمان حاول ان انت تاخدها قبل التمرين او بعد التمرين على طول، عشان جسمك يستخدمها كطاقه في التمرين. والتمرين اللي بتكلم عليه هنا ده تمرين مقاومه، تمرين بتشيل فيه حديد، تمرين بتعمل فيه مجهود فعلا، مش شويه مشي خفيف والكلام ده. الريزيستنس تريننج او تمارين المقاومه مهمه جدا 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 في علاج مقاومه الانسولين. فالكربوهيدرات ناخدها مثلا، لو هناخدها قبل التمرين، وما ناخدش معاها اي دهون حتى لو دهون صحيه. يعني مثلا حتى لو هتاخد تمره ما تاخدش معاها لوز، لان ده هيبطئ امتصاص الكربوهيدرات فمش هيخليك تستخدمها كطاقه في التمرين. فانت ابعد عن الدهون الصحيه مع الكربوهيدرات، تاكل الكربوهيدرات لوحدها والدهون الصحيه لوحدها. طب لو خلاص قفلت في دماغي وفي يوم عايز اكل حاجه فيها عيش، عايز اكل حاجه كربوهيدرات عالي شويه، عايز ابدا يومي بفطار فيه كربوهيدرات، ممكن ان احنا نزود ليمون في اكلنا، سواء على السلطه او عصير ليمون او نحطه على الاكل نفسه. هيفرق معانا جدا جدا، ان الابحاث بتقول ان الليمون بيقلل ارتفاع السكر في الدم مع الكربوهيدرات بنسبه 30%. فدخل الليمون ايا ما كان صورته هتدخلها ازاي مع الوجبه اللي انت هتدخل فيها كربوهيدرات، بس نصيحتي بلاش. ولو هتعمل كده تعمل كده مره او اتنين، لان برضو في الاول في الاخر الليمون مش سحر، بس هي حاجه تساعد لو انت في مره حبيت ان انت تفطر حاجه فيها كربوهيدرات عالي. رابع واهم نقطه وهو المشي. احنا كنا اتكلمنا قبل كده ان احنا هنعمل تمارين رياضيه فيها مقاومه، لكن هنا انا بكلمك على المشي العادي خالص اللي احنا بنمشيه، بس يستحسن يكون في اوقات اللي فيها اشعه شمس. وبرضو ابعد عن الاوقات الذروه، يعني ما تنزلش تتمشى من 1 ل 3 يجيلك ضربه شمس، لا، انك
يعني ممكن بدري اللي هو الساعه 8 9 الصبح، ممكن اللي هو وقت اللي قبل ما الشمس تغرب على طول. المهم ان انت تتمشى تحت اشعه الشمس، وده هيرفع عندك هرمون الميلاتونين، وده هيساعدك جدا في النوم بالليل، وهيساعدك كمان في تحسن فيتامين دي عندك. والاتنين دول في الاخر هيساعدوك جدا في نزول الوزن والتحسن من مقاومه الانسولين. فرياضه المشي لو واظبت عليها في الاوقات اللي انا قلت لك عليها دي برضو من الحاجات اللي هتساعدك جدا في علاج مقاومه الانسولين. طب يا ترى ايه احسن نوع دايت ينفع مع الناس اللي عندها مقاومه انسولين؟ احسن نوعين دايت هما الكيتو واللو كارب. بس مشكله الكيتو خلي بالك منها، ان خروج منه رخم، وان الكيتو مش دايت لايف ستايل، صعب جدا انك تعرف طول حياتك لا تاكل رز ولا تاكل مكرونه ولا تاكل مش عارف ايه ولا تاكل فاكهه، فالموضوع هيبقى صعب. فلو قدامك خيار ما بين الاثنين الكيتو واللو كارب، يفضل انك تروح لللو كارب عشان ده هيقلب معاك كلايف ستايل. وخلي اكلك دايما معتمد على بروتينات عاليه، على على كربوهيدرات معقده، على دهون صحيه، وعلى فايبرز او الياف عاليه زي السلطه والحاجات دي. وزي ما اتفقنا بدايه اليوم دايما يبقى حاجه ايه فيها بروتين عالي، ونتمشى ونعمل تمارين مقاومه. ده كده ملخص ازاي نحسن من مقاومه الانسولين عندنا. يا ريت تعملوا لايك وسبسكرايب علشان يجي لكم الفيديو الجاي بتاع الصيام متقطع.